اخبار مفرحه من خلال وزاره التربيه. وقبل لا ابدا بالفيديو اشترك بقناتنا وفعل زر الجرس وانضم لقناتنا مال التليجرام، رابطها في اول تعليق مثبت، لان قناتنا مختصه بوزاره التربيه، وكذلك عندنا تواصل مع وزاره التربيه لان توصل لك الاخبار اول باول. قناتنا مال التليجرام في اول تعليق مثبت وحط لنا لايك للفيديو. هنا عندنا قرار مهم من خلال وزاره التربيه. طلاب الصف السادس الابتدائي بكم درس اعتبر مكمل وبكم درس اعتبر راسب؟ طلاب الثالث المتوسط بكم درس مكمل وبكم درس راسب؟ طلاب الصف السادس الاعدادي بكم درس مكمل وبكم درس راسب؟ طبعا حسب قرار وزاره التربيه طلاب الصف السادس الابتدائي بدرسين تعتبر مكمل، بثلاث دروس تعتبر راسب. طلاب الصف الثالث المتوسط لحد الآن بدرسين مكمل، ولكن من المحتمل راح يكون بثلاث مواد مكمل. هاي شو وقت لما ننطلكم النتائج. أما طلاب الصف السادس الإعدادي، الطالب اللي يمتحن امتحان الدور الأول ويوقع بكل المواد، يعني بكل المواد راسب بالدور الأول، راح تعيشن بالدور الثاني مباشرة بدون أي استثناء. بنهاية الفيديو انضم لقناتنا مال التليجرام توصل لك جميع الأخبار أول بأول، وحط لنا لايك، اشترك بقناتنا وفعل زر الجرس، ودمتم في أمان الله.